مفيش بيت مصري تدخله الا وتلاقي دي موجودة جوه، خرزة زرقاء، خمسة وخميسة، ايا كان اسمها بقى. المرة دي حدوتتنا من مصر القديمة. مفيش مرة تزور معبد الا وتلاقي على جدرانه رمز العين. طب ليه موجودة؟ هنعرف دلوقتي. في حدوتتنا المرة دي هنحكي عن عين حورس. زمان يا سيدي كان في كذا اله، هما اللي موجودين قدامك دلوقتي، بس نجومنا الليلة دي هما ايزيس واوزوريس ونفتيس وست. الاربعة دول 4 اخوات، كل واحد اتجوز اخته. هتقولي ازاي؟ هقولك معرفش، هما مزاجهم كده. كان الاله اوزوريس رمز للخير، والاله ست رمز للشر. المهم يا سيدي الاله اوزوريس اتجوز من الاله ايزيس، وبعد ما اتجوزوا بفترة حصلت معركة ما بين الاله اوزوريس واخوه الاله ست. مات اوزوريس على ايد اخوه ست، وبعديها بفترة اتولد حورس. فضلت والدته مخبياه فترة كبيرة لحد ما كبر وراح يقابل عمه. راح حورس لعمه ست عشان يسترد ملكه. طبعا الاله ست مرضاش، حصلت ما بينهم معركة كبيرة. حصل ايه في المعركة يا سيدي؟ اخد ست العين اليسرى لحورس، كان بيتقال عليها عين القمر، كان بيشوف بيها النور الالهي. راح حورس للاله رع اللي هو الاله الكبير وقتها علشان يحكم ما بينهم. راح الاله رع اداله عين من عيونه علشان يشوف بيها. وبعدين يا سيدي حصلت معركة تانية ما بينهم، انهزم الاله ست وانتصر الاله حورس واسترد عينه، بقى كده فيه 3 عيون لحورس. راح حورس ادى الاله اوزوريس اللي هو والده عين من عيونه. هتقولي مش هو مات؟ هقولك ما هو بيبعث في عالم الموت، واصلا اداله العين عشان يبص على عالم الاحياء. ده كلام ملناش دعوه بيه. بداوا يستخدموها كتميمه للحفظ من الارواح الشريره والحسد والامراض وحاجات كتير قوي كده، اللي هي العين الزرقاء والخمسة وخميسة اللي قلنا عليهم في الاول، وبقت موجوده على الدولار الامريكي. وفي ناس كمان استخدموها كوشم. ظهرت بقى في ثقافات كتير واتغيرت، بقى ليها كذا شكل، اتحطت بكذا لون، بس هي محتفظة برمزيتها. وبس يا سيدي، هي دي قصة عين حورس. كانت معاكم منى حسني في حدوتتنا.